أبطال دائما الماتشات ديال الصعود إلى الديفيزيون 1. هنا كما تشوفوا مع الخطة ديال الخضر عنده خطة مزيانة، تنطلق المباراة هنايا، وهنايا على الدخلة تنبداو المحاولات ديالنا، تنفشكو الكرة دائما، تنرجعو الكرة اللور، تنحاولو من اللعب الكرة عند بيدري حكيمي كيرجع كرة بيدري كيمر حكيمي يندير مع ايطو سونطراج إيربر بالراس كيضيع، ولكن هجمة زوينة. هنايا دائما كنبنيو اللعب، ترجع الكرة اللور عند بونوتشي تيبان لنا حكيمي بأنه هرب، تنسونطراو ليه لابا، تيحاول يقطع الكرة، تيحطي كرة لإيربر يندير مع ايطو، ضربة من تيوماني ألبر، كرة جميلة، هدف استثنائي، هدف لا يسجل إلا لاعب من طينة الكبار. هنايا كنقطع كرة عند بيدري كفارة تصويب على المرمى والكرة تعانق الشباك. الله على هذا الجنون، على هذا الجمال. كيماركي بهاد السلاسة وبهاد البليتس جميل جدا. وهنايا غادي يكونوا عدة فرص ضائعة. سذاجة ضربة من تيوماني ألبر. الديفيزيون خصك دائما في الديفيزيون تلعب بدون سذاجة، تحاول يكون عندك الإنهاء وتفيني بحال هذه، خصها تماركا، خصها تكون في الشبكة. وهاد اللعبة غادا تطلع من عند الحارس المرمى، غادا تكون لعبة زوينة، وحتى هي غادا تضيع، اللي هذه ما خصهاش تضيع. هنا السونتر ديال لا دوزيام ميطو، الخصم كيحاول هنا باش يرجع في المقابلة، ولكن كاسياس كيتصد. هذه فرصة ديال إيربر كيضيع من جديد، والخصم كينسحب هنايا. كنتمنى تعجبكم المباراة ويعجبكم الأهداف، وكملوا معنا ان شاء الله. غادي نطلعوا الديفيزيون 1. هنايا كنلتحقوا بمباراة ثانية على التوالي، اللي حتى هي غادي نشوفوا فيها اهداف جميلة ومقتطفات جميلة وصناعة الفرص. والآن تنطلق المباراة. كيف ما كتشوفوا كنلعبوا تمريرات قصيرة، كنحاولوا نوصلوا للامام، نوصلوا كرة لجوفاني إيربر، وكتضيع هاد الفرصة هذه. تاكلينك رائع من بونوتشي، تيقطع الكرة دائما في لي بلان، كرة طويلة مضادة لإيربر. ضربة من تيوماني ألبر في الشباك من إيربر. فرص ضائعة، تمريرات قصيرة جميلة، تنتحصل على ضربة حرة، والخصم كياخد بطاقة صفراء، اللي تتنقص من القوة ديال اللاعب. هنا قمت بواحد التغيير بسيط، وقدرت بهذه التمريرة المفتاحية نجيب الهدف. فاراتسخيليا والفرصة، يا لها من لقطة، يا له من هدف خرافي.
مشاهدته. هنا الاستلام الجيد، غادي نمشي من جهة ديال اليسار، غادي نسدد ورصاصة الرحمة من كفارة السخيلية. النهاية ديال المباراة، رجل المقابلة كفارة السخيلية كنتمكنوا من الفوز الرابع على التوالي وكنتقدموا في الديفيزيون. وشكرا على المتابعة.